السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم طلاب جريد 4 عاملين ايه؟ احنا يا ولاد هناخد مع بعض السيشن بتاعتنا دي هناخد بارت 2 من الليسن 2 اللي بيتكلم عن السنسز عن الإحساس. هناخد البارت 2 ده فيه هنتكلم عن سيستم اسمه ايه؟ nervous system. النيرفس سيستم الجهاز العصبي. النيرفس سيستم ده يا ولاد هو جهاز مهم جدا جدا لأجسامنا. تمام، إحنا عندنا الsenses الحواس اللي ربنا خالقها لنا اللي هي الsight والsmell والtouch والhearing والtaste. هما دول الsenses اللي ربنا خالقهم لنا من الحواس الخمسة اللي ربنا خالقها عشان إن إحنا نقدر نعمل إيه، عشان نقدر نتعامل مع الenvironment بتاع اللي حوالينا. الsenses دي يا ولاد تعمل إيه work together with مين الnervous system. السنسز دي الحواس بتاعتنا دي work together ماشي بتعمل مع بعض with a nervous system مع الجهاز العصبي to a gather information عشان تجمع معلومات from مين the environment من البيئة اللي حوالينا. في عندنا كائنات بنسميها ايه يا ولاد؟ اسمها ايه؟ mammals. اسمها ايه؟ mammals. الميمز يا ولاد اللي هي الثدييات بالعربي اسمها ثدييات. هي الكائنات اللي هي بتعمل ايه ان هي بتلد وترضع صغارها. الميملز بتعمل ايه بتلد وترضع صغارها زي مين such as humans elephants dogs. يعني humans ايه تلد وترضع صغارها. الاليفنتس نفس الحكاية الدوجز. تمام، لكن البيردز مش معانا. تمام، عشان هي ايه البيردز الطيور بتبيض، لكن احنا عندنا الميملز اللي هي الحيوانات اللي هي بتعمل ايه اللي هي بتلد وترضع صغارهم. تمام، مالهم have the same structure of a nervous system. عندهم نفس التركيب بتاع الايه الجهاز العصبي. تمام، تعال كده نشوف النيرفس سيستم consists of ايه بيتكون من ايه. احنا عندنا النيرف سيستم يا ولاد بيتكون من ايه من 3 حاجات. اول حاجة البرين اللي هو المخ، وتاني حاجة spinal cord يعني الحبل الشوكي. تمام spinal cord. بعد كده النيرف اللي هي النيرفز اللي هي الايه الاعصاب. دي ال3 حاجات اللي بتكون الجهاز العصبي في اي حاجة من الميملز اللي قلنا عليها اللي هي الثدييات. تعالوا كده ناخد مع بعض كل واحد فيهم ونشوف بيتكون من ايه. احنا عندنا البرين زي ما هو في الصورة كده. البرين طبعا مخ، احنا عارفين المخ بيكون موجود فين في الهيد في الراس. تمام، بيعمل connected to the spinal cord. بيكون متصل بالspinal cord اللي هو قلنا الحبل الشوكي. بصوا كده، تعالوا بصوا معايا، يعني ادي هنا عندي ده البرين اهو. هنا بيبدأ spinal cord. الخط اللي انت شايفه طويل ده نازل كده على طول ده السهم عليه ده هو هنا بيكون spinal cord. بس هنشوف دلوقتي هنتكلم عنه. ايه الفانكشن تايب بتاعت البرين قبل ما نتكلم عن spinal cord؟ بيعمل ايه البرين يا ولاد؟ هو المين كنترول سنتر in the body. هو مركز التحكم الأساسي في الجسم. المخ هو المركز التحكم الأساسي، هو the main control center. مركز التحكم الأساسي في البادي في الجسم. يعني جسمنا كله بيسيطر عليه المخ. لا قدر الله أي تلف أو أي ضرر بيحصل للمخ على طول بيبقى فيه خلل حاصل في الجسم. ليه؟ عشان هو المين كنترول سنتر، هو المركز الرئيسي اللي بيسيطر على الجسم. تمام، ده الفانكشن بتاعت البرين. تمام، لازم طبعا نحفظ كويس البرين موجود فين وان هو الفانكشن بتاعته. تمام، تعالوا كمان نشوف بعد كده السباينال كورد. تاني حاجة سباينال كورد اللي هو الحبل الشوكي.
الحبل الشوكي ده consist of إيه many nerves بيتكون من عدة أعصاب they are collected together بيبقوا متجمعين مع بعض and run through the backbone الbackbone يعني العمود الفقري. لو انت حطيت ايدك على ظهرك كده من ورا هتلاقي عظم كده في ظهرك من ورا، تمام، ده اسمه العمود الفقري، تمام، او الbackbone. backbone ده بيكون جواه ماشي من جواه الspinal cord، يعني الspinal cord مش واضح كده، مش ماشي لوحده، لأ، ربنا خلقه إن هو بيبقى موجود داخل مين، داخل الbackbone، داخل العمود الفقري، تمام، اللي هو اسمه إيه، الbackbone. يبقى الspinal cord بيكون موجود فين يا ولاد run through the backbone بيمشي داخل الإيه، الbackbone، تمام، ماله it is branched into smaller and smaller nerves يعني هو بيتفرع لإيه لأعصاب دقيقة جدًا صغيرة جدًا، جدًا، يعني هو بيتفرع بُص كده معايا، يعني هو إحنا قُلنا هو الخط الطويل ده، ويتفرع منه الحاجات اللي طالعة منه كده على الجنب الخطين دول، ومنهم كمان بتطلع حاجات صغننة أوي زي مثلًا زي كده، زي اللي هنا زي كده، بُص بيبقى هو متفرع أصلًا طالع من الspinal cord ده طالع كده، وكمان هنا بيروح يتفرّع تاني بيعمل إيه branched بيتفرّع تاني بيعمل branched into smaller and smaller nerve لأعصاب صغيّرة جدًا، ليه؟ إيه its function بتاعته it carries message from brain to body parts بيحمل رسايل من الإيه، من الbrain من المُخ ماشي للجسم، والعكس بياخد الرسايل من الجسم للإيه للbrain. لأ مش فاهم، استنى هافهّمك، يعني إيه الرسايل دي؟ يعني أنت مثلًا بتشم حاجة بتتحرق، في حاجة مثلًا أنت ماما نسيت البرادة على النار أو نسيت حاجة أكل على النار، فأنت أو ماما أو أي حد في البيت فبتشم إيه ريحة حاجة بتتحرق، أنت كده عملت إيه smell دي حاجة من الsenses اللي عندنا ربنا خالقها لنا. حاسة من الحواس بتاعتنا، فأنت لمّا أنت شميت الريحة دي، راحت إيه، حصل message جات رسالة للمُخ إن إيه، في حاجة بتحصل، في ريحة حاصلة، فأنت بتروح تنتبه أساسًا وتشوف إيه اللي اتحرق، تمام؟ فأنت كده أنت الرسالة دي جات من مناخيرك هنا كده للمُخ عشان إيه، تنتبه إن في إيه، في ريحة حاجة موجودة بتتحرق على النار. لو أنت ماسك كوباية مثلًا وإن أنت حاسس بيها إن هي سخنة، هي كده جات message من الإيه، من الnerve الأعصاب الموجودة في إيدك وصّلت رسالة ماشي، وصّلت رسالة حسية إن أنت إيه، إن أنت بتستوعب إن دي حاجة سخنة في إيدك. تمام، كذلك برضه السمع أو البصر إن أنت شايف حاجة بتبُص إن أنت فالرسالة جات أساسًا وصلت إن أنت إيه، في إشارة جات للمُخ أنا شايف قدّامي كده يعني، فاهم؟ هي دي الmessage إن هي بتيجي من كل حاسة من الحواس اللي ربنا خالقها لنا دي رسايل بتيجي لنا من الحواس دي، فبتيجي من الbrain للجسم أو بالعكس إن إيه، الجسم نفسه بيبعت رسايل للمُخ، تمام؟ كل دي الخواص دي الfunction دي بيعملها مين spinal cord بالتفرعات الصغيرة بتاعته اللي إحنا قُلنا إن هو بيعمل branched into smaller and smaller nerve الأعصاب الصغيرة أوي دي اللي بتتفرع بتبقى موجودة في إيدينا وفي رجلينا وفي كل حتة في جسمنا، الأعصاب دي حاجة مهمة جدًا ما ربنا خلقها لنا سبحان الله، ده حاجات دقيقة أوي ما بتبانش في جسمنا إحنا مش بنحس بيها. لكن طول ما أنت يعني طول الوقت أنت مثلًا بتحس بحاجة إن دي حاجة سخنة، دي حاجة ساقعة، لأ أنت شايف وعندك إبصار وشايف الباب ده قدامك، شايف التلفزيون، شايف السماعة دي كلها دي اسمها إيه senses الحواس اللي ربنا خلقنا بيها، فأنت أساسًا بتدّي إشارات للمخ من مختلف من إيه، بتجمّع إشارات من البيئة اللي حواليك إن أنت إيه، الجسم بيتعامل بيها. فدي وظيفة مين الspinal cord الحاجات الnerve الأعصاب اللي طالعة منه، فإحنا كده كمان شرحنا الnerves اللي هي الnerve اللي هي الأعصاب هي إيه are distributed throughout the main body هي بتبقى متوزعة على إيه على الجسم كله and can't إيه
and connect the senses organ بتبقى متصلة أعضاء الحسية زي ما قُلنا، بتبقى موجودة في العين، موجودة في كل حاجة، في اللسان لمّا تيجي أنت تدوق طعم حاجة تعرف إن دي حاجة حلوة، دي حاجة مسكّرة، دي حاجة حادقة، كل الحواس اللي ربنا خلقنا بيها، ماشي؟ and the body parts with the brain تمام، يعني هي بتوصّل connect senses organ الأعضاء الحسية and body parts والأجزاء بتاعة الجسم بمين؟ بالbrain ليه؟ لإن إحنا قُلنا الbrain هو المدير، هو أكبر حاجة، هو الmain control center ما ننساش دي، الmain control center ده مين؟ ده الbrain تمام، فهُم أي حاجة توصل لمين؟ للمُخ على طول، تمام؟ الfunction بتاعة الnerve إن هي تعمل they carry message from brain to spinal cord and other parts of body والعكس، تمام؟ يبقى carry message from the brain تمام، بتاخد رسايل من المُخ للspinal cord والspinal cord وظيفته للأعصاب بتاعته. أو وتودّيها لبقية الجسم أو إن هي بتستقبل بالعكس إن تاخد من أجزاء الجسم وتوصل توصل للspinal cord والspinal cord يوصّلها لمين، للbrain تمام؟ في عندنا note some nerves are connected directly to the brain يعني إحنا عندنا في nerve بتبقى متوصّلة على طول بالbrain ربنا موصّلها بالbrain على طول، مش بتستنى إن هي تروح تاخد الspinal cord ومن الspinal cord يوصّل لأ، هي directly to the brain زي مين such as مين الnerve اللي موجود في الeyes ماشي والheart الأعصاب اللي موجودة في العين وفي القلب دي بتكون directly بتكون متصلة مباشرةً مع مين، مع الbrain تمام؟ في notes معانا يا ولاد بنقول the nerves transmit information الnerve transmit information بتنقل المعلومات from the sensors organs وإحنا قلنا sensory organs اللي هي مين، اللي هي النوز مش كده اللي هي النوز والears والeyes والtongue skin دول كلهم دول إحنا قلنا دول sensory organ بينقلوا transmit information ماشي transmit information from sensory organs من الأعضاء دي لمين to the brain يبقى nerves الأعصاب مالها بتنقل information بتنقل المعلومات من من الsensory organs ماشي الأعضاء الحسية اللي هي قلنا مين اللي هم النوز ears eyes tongue skin to مين to the brain للمخ خلاص عندنا الفايف sensory organs دول يا ولاد بينقلوا تفتكروا ازاي يعني اشمعنى دول بينقلوا المعلومات دي للبرين اشمعنى الأعضاء دي بس في جسمنا اشمعنى الأعضاء الحسية دي بس هي اللي بتنقل ربنا خلق دول بس عينينا وبقنا ومناخيرنا وجلدنا ولساننا هما بس اللي بينقلوا ليه مش أي حاجة تانية ليه مش رجلينا ليه مش بطننا ليه مش أي حاجة تانية ليه عندنا الفايف sensory organs دول contain special type of nerves عندهم نوع مخصوص من الأعصاب من النيرف known as بنعرفه إن هو sensory receptors يعني مستقبلات حسية فيها مستقبلات حسية يعني إيه؟ يعني هي ربنا خالق المناخير والعينين والبق واللسان سوري مش البق اللسان المناخير والعينين تمام والودن واللسان والجلد ربنا خالق لهم حاجة اسمها مستقبلات حسية ربنا خالقها فيها تستقبل الإحساس دوّة تعالوا كده نشوف إيه هي الsensory receptors دي sensory receptors they are nerves ماشي هي بتكون nerve found in sensory organs بتكون موجودة في الأعضاء الحسية اللي قلنا عليهم ماشي they are بتكون مالها responsible for بتكون مسؤولة عن مين receiving information تستقبل معلومة from the environment يعني الخمس حواس بتوعنا دول
اللي هم مناخيرنا ودنا وعينينا ولساننا وجلدنا، دول ربنا خالق لهم الريسبتورز دي، المستقبلات دي، إن هي فيها إيه، تعمل إيه receiving، تستقبل زي الريسيفر بتاع التلفزيون. هو بيستقبل إيه، إشارات عشان يجيب لنا القنوات اللي إحنا بنقعد نقلب كده في الدش بتاع التلفزيون نعمل كده. هي هنا بتعمل receiving information، بتستقبل معلومات from إيه، الenvironment، البيئة اللي حواليها، وتترجمها للجسم. تمام؟ هنا يا ولاد بيقول لنا إيه how does، ماشي، the nervous system work if you smell pizza. لو انت بتشم ريحة البيتزا، تفتكر ازاي الجهاز العصبي بيشتغل؟ بتشم الريحة دي ازاي؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. هنا بيقول لي ايه the sense organ، اللي هو طبعا مين، النوز، المناخير بتاعتنا، receives، واحنا قلنا receive يعني يستقبل the information from the environment. يعني ايه، يعني المناخير شمت الريحة من الايه، من المكان اللي هو موجود فيه ايه، البيتزا، بيتزا ايه اودر، بيتزا اودر، اللي هي الرائحة بتاعت البيتزا. ماشي، خلاص، البيتزا اودر يعني برائحة البيتزا، يعني المناخير شمت الريحة من المكان اللي موجود فيه البيتزا. بعد كده بيحصل ايه then the sensory organ او sensory receptors، الsensory receptors، المستقبلات الحسية اللي قلنا عليها، اللي ربنا خلقها في الsensory organs، sensory receptors of smell، مستقبلات الشم عندي. تمام، that are found mean in the back، بتكون موجودة فين يا ولاد، in the back of your nose. احنا عندنا sensory receptors دي بالنسبة للشم، في حاسة الشم بتبقى موجودة في الباك بتاعة النوز، من ايه، في المناخير، من ورا كده، ماشي، في مناخيرنا من ورا. تمام، بتعمل ايه send specific signal، بترسل اشارات معينة along the ايه nerves، بطول الاعصاب to your ايه brain، بتوصل اشارات لمخنا. تمام، بعد كده خلاص وصلت الإشارة لمخنا once the information، أول ما الانفورميشن بتاعت الريحة دي about smell، ماشي، reaches for your brain، توصل للمخ بتاعنا. that information and بتعمل ايه determines، بتحدد، بتوصل المعلومة دي لمناخيرنا، يروح المخ على طول يحدد لك ايه التايب بتاع الفود. يعني احنا الريحة دخلت مناخيرنا، وعندنا احنا قلنا الريسبتورز الموجودة في مناخيرنا. يبقى نقول تاني مع بعض الجزء ده يا ولاد. احنا ازاي مثلا في ريحة بيتزا حوالينا بنشمها ازاي، بنشم ازاي الريحة بتاعتها، البيتزا اودر بنشمها ازاي. احنا قلنا عندنا السنسوري اورجن، السنس اورجن اللي هو النوز، بيبقى فيه ايه، احنا قلنا بيكون عنده sensory receptors، عنده ايه، مستقبلات حسية، ماشي، بتاعة الايه اللي هي يشم، ماشي، ان هو في ريحة، في ريحة المخ ايه، المناخير شماها. الريسبتورز دي موجودة فين، في الباك بتاعة الايه النوز، في المناخير، من في الظهر، في اخر المناخير من ورا. تمام، بتعمل ايه send specific signal، بتبعت، ماشي، اشارات معينة للمين، للمخ، عن طريق النيرف، عن طريق الاعصاب. أول ما توصل المعلومة دي، تمام، إن في smell reaches for brain، توصل للمخ، أنت على طول بتحدد إيه، ريحة الإيه التايب بتاع الفود ده، وبتحدد نوع الأكل ده من خلال الريحة اللي وصلت من المناخير للمخ، عن طريق مين، النيرف، اللي احنا قلنا ان هي موجودة فين، اللي هي الريسبتورز الموجودة في مناخيرنا من ورا. تمام، معلش اقراها مرة تانية، الجزئية دي هي سهلة بسيطة مش صعبة، بس اقراها مرة تانية وهتبقى سهلة عليك. زي ما اتفقنا هنحفظ الكلمات الجديدة، ونقرا الاسم مرة واتنين وتلاتة عشان يثبت معانا، ونقول ايه اللهم استودعك ما حفظت ما قرأت ما فهمت، اللهم رده إلي عند حاجاتي إليه. أشوفك على خير إن شاء الله في بارت 3 سيشن جاي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.